يخش نادي الزمالك اللي بيعيش افضل فتراته مع كابتن معتمد جمال. يعني كابتن معتمد برضو نفس الفكره، خد الفرقه وهي كان عندها مشاكل غير طبيعيه بقى، مشاكل في خط الظهر ونص الملعب وعدد اهداف كبير قوي بيخش في مرمى نادي الزمالك، وان هو بيحاول على قدر الامكان ان هو يرجع الزمالك للسيستم الطبيعي بتاعه بعد ما كان الزمالك بيلعب مع اوسيريو 3-2-4-1. وطبعا دي طريقه كانت مدمره حرفيا لنادي الزمالك، وكان بيستقبل من خلالها عدد اهداف كبير، لان كان بيكون في مساحات كبيره قوي في خط الظهر ما بين الثلاث مدافعين. وبدا ان هو يلعب بالشكل الطبيعي اللي يناسب القماشه اللي موجوده عنده، لان هو عنده نقص عددي وعنده غيابات كتيره في مراكز كتيره قوي من الملعب. وبالتالي الراجل استعاد شخصيه الزمالك وبدا ان هو يحقق مكاسب مهمه سواء في الكونفدراليه او في الدوري، او حتى مكسبه الكبير على بيراميدز والمباراه الكبيره اللي قدمها الزمالك. ونفس الكلام طبعا بيراميدز، لكن قدر الزمالك ان هو ياخد نصيب الاسد ويصعد للادوار النهائيه بالنسبه للكاس. وبدا الراجل يلعب بالطريقه المعتاده ان هو يلعب بالشكل ده 4-2-3-1.